هو ايه حكايه اتفاقيه كامب ديفيد دي؟ وليه ناس كتير كانت شايفه ان هي ضدنا مش في صالحنا؟ وليه الدول العربيه وصفت السادات بانه خاين؟ وهل السادات غرقنا بيها فعلا ولا كان معاه حق؟ وليه عملناها اصلا بما اننا احنا انتصرنا؟ ولا احنا ما انتصرناش؟ ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ اسئله كتير يا صديقي محتاجه اجابات، لان الموضوع كبير فعلا، وانا كنت واحد من الناس اللي ما كنتش فاهم ايه اللي حصل بالظبط في القصه دي، وده اللي خلاني ادور ورا الموضوع عشان افهم الموضوع من اوله لاخره. فركز معايا بقى يا صديقي قوي عشان نعرف خلاصه الموضوع ده ايه وايه اللي حصل بالظبط، وخد لك الحكايه دي في السريع. في اوائل السبعينات كده لما عبد الناصر مات والسادات جه، البلد كانت خربانه من كل ناحيه، اقتصاد رايح في 60 داهيه، والبلد طالعه من نكسه، وكل حاجه بايظه فعلا. ومن ناحيه تانية يا صديقي، السادات عايز يحارب ويرجع الارض، وكل سنه يطلع يقول هنحارب السنه دي، ولا في حرب بتحصل ولا اي حاجه. وكنا وضحنا كل ده في الفيديو اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن حياة السادات، تقدر تشوفه لو ما اتفرجتش عليه. المهم يا صديقي، السادات يبدأ يظبط الامور ويلم الدنيا كده في ايده. ما هو برغم كل اللي بقوله لك ده، كمان كان في حروب داخلية ضده اصلا. من ناحية كبار البلد اللي هم كانوا قريبين من عبد الناصر، اللي هم كانوا فاكرين ان السادات هيبقى مجرد صورة بس وهم اللي هيمشوا الدنيا. ومن ناحية تانية المعارضين ليه في الشارع، اللي كانوا عايزينه يمشي على نفس نهج عبد الناصر، اللي كانوا شايفين ان مفيش وجه تشابه بينه وبين عبد الناصر خالص. فيبدأ يا صديقي يظبط الدنيا جوه ويعمل ثورة تصحيح ويحبس فيها كبار البلد، ويطلع الاخوان من السجون للجماعه المعارضين ليه في الشارع دول، اللي هم دايما ما بيتفقوش، فهم الاتنين يخبطوا في بعض، وهو يفوق بقى الموضوع سينا ده ويشوف هيعمل ايه. ويبدا السادات بالفعل يا صديقي في اعاده تسليح الجيش اللي كان خربان بعد 67. وخليني اقول لك ان السادات كان عارف كويس ان الحرب دي هنطلع منها واقفين على رجلينا شويه، يا مش هتقوم لنا قومه تاني. فكان لازم تخطيط كويس قوي، مش اي قرارات عشوائيه وفتحه صدر وخلاص، عشان يجي يا صديقي يوم 6 اكتوبر 73 ونديهم الضربه القاضيه ونسترجع اجزاء صغيره من سينا. ايه ده؟ يعني احنا ما رجعناش الارض كلها؟ طب خلينا اشرح لك بس الوضع كان عامل ازاي عشان تقدر تفهم موقفنا كان ايه بالظبط. سينا يا صديقي مساحتها كبيره جدا، يعني حوالي 61 الف كيلو متر، تقريبا بتمثل 6% من مساحه مصر، تقريبا قد القاهره 20 مره. انت متخيل بقى يا صديقي المساحه دي كلها اسرائيل كانت واخداها؟ وكمان بعد 67 عملوا خط بارليف بطول القناه. وخط بارليف ده يا صديقي ما كانش حاجه تافهه كده، ده واحد من اقوى التحصينات اللي اتعملت في التاريخ. ساتر ترابي حوالي 20 متر او 22 متر، وكمان معمول منحدر بزاويه 45 درجه، يعني ولا في دبابه تعرف تطلع ولا اي حاجه. ده غير الالغام اللي محطوطه في الميه، يعني لو ربنا كرمك وعديت الالغام هتلاقيهم واقفين مستنينك فوق يصطادوك. الموضوع كان اشبه بالانتحار. عشان كده اسرائيل كانت مذهوله من اللي حصل، مش مصدقين ان ده ممكن يحصل اصلا، ما هي حاجه مستحيله فعلا. المهم يا صديقي ياخدوا التخفيله التمام، بس تحصل حاجه ما كانتش على بال حد خالص. في نفس الوقت ده سوريا كانت بتحارب في هضبه الجولان بالاتفاق مع مصر عشان يشتتوا اسرائيل، ما يبقاش عارفين يحاربوا هنا ولا هنا. بس بعد ما كانت الدنيا تمام والجيش السوري متقدم، الامور تتغير والرئيس السوري يبعت للسادات ان هم محتاجين دعم، فتحصل ثغره الدفرسوار يا صديقي بين الجيش التاني والتالت، وتستغلها اسرائيل، وبعد ما كنا احنا متقدمين نبقى في موقف ضعف. بس بعد معارك طاحنه من قوات الجيش والاهالي في السويس قدر يتصد ليهم شويه، عشان بعدها وتحديدا يوم 22 اكتوبر 73 يطلع قرار من مجلس الامن برقم 338 بوقف اطلاق النار. في الوقت ده يا صديقي احنا رجعنا حوالي 12 كيلو بس شرق القناه، ما رجعناش حاجه كبيره يعني. مصر يا صديقي بتوافق على القرار ده فورا، وسوريا بعدها بيومين، بس اسرائيل حاسه ان هي واخده على قفاها جامد، فما بتقولش ولا ولا لا، عشان ترجع تضرب تاني بعد ما القرار ده طلع، عشان يطلع قرار تاني برقم 339 بضروره وقف اطلاق النار. مصر توافق واسرائيل ما توافقش، وبعدها مجلس الامن يعمل اجتماع تاني ويطلع قرار برقم 340، ومصر توافق واسرائيل ما توافقش. وفضلوا بقى صديق على الوضع ده، مجلس الامن يطلع قرار، مصر توافق واسرائيل ما توافقش، اسرائيل ترجع تضرب تاني، ومجلس الامن يطلع قرار، وهكذا. ما خلاص بقى اسرائيل ما تزعليش، ما كانش قفا ده يعني. وبعدها مجلس الامن يبعت جنرال من عندهم يقولوا له روح خلص لنا الموضوع ده بقى عشان احنا تعبنا. وبالفعل تحصل مفاوضات اللي اتسمت بمفاوضات الكيلو 101. جه الجنرال ده صديقي وقعدهم في خيمه كده عند الكيلو 101 وتبدا المفاوضات. وكان رايح من عندنا اللواء عبد الغني الجمصي. وخليني اقول لك ان الجمصي ما كانش عايز يروح اصلا، بس السادات كان شايف انه انسب واحد للموضوع ده، لانه راجل في الجيش من زمان وملم بالجيش بتاعنا وبالجيش بتاعهم برضه. ويقعدوا اول اجتماع يا صديقي بس ما بيوصلوش لحل، ويفضلوا على كده 7 اجتماعات لحد ما الجمصي يقول لهم انا مش قاعد مع الناس دي تاني. وبالفعل يا صديقي المفاوضات تقع لحد يناير 1974، وتحصل مفاوضات تاني بس المره دي بقى برعايه امريكا. والمفاوضات دي يا صديقي كانت بتنص على وقف اطلاق النار، وان اسرائيل تنسحب،
ومصر تسحب جزء من قوتها. وهنا يا صديقي والأول مرة الجمصي بيمسك دموع بالعافية بعد ما وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قال له إن السادات وافق على سحب جزء من القوات. يرد عليه الجمصي ويقول له مفيش الكلام ده، ويطلع يكلم السادات في التليفون، وبالفعل السادات يقول له إن هو وافق على إنه يسحب جزء من القوات. يرجع الجمصي يقعد في المفاوضات تاني وهو ماسك نفسه من العياط بالعافية. هو كان شايف إن أقعد أتفاوض مع مين؟ ده 3/4 القادة بتوعهم أسرع عندي. المفاوضات دي يا صديقي ما كانتش بتعتبر سلام نهائي، دي كانت خطوة أولى لبداية السلام، عشان تيجي اتفاقية فض الاشتباك التانية سنة 1975. احنا كنا في 73. كل دي مفاوضات اللي بتأكد على المفاوضات الأولى ووقف إطلاق النار وعدم استخدام القوة تاني وعمل منطقة عازلة بين الطرفين. يعني باختصار هو مش سلام نهائي، كل واحد واخد وضع الاستعداد ومستني حد يبدأ. ونفضل على الحال ده يا صديقي لحد سنة 77 لما الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يجي ويقول الصراع العربي الإسرائيلي ده يخصني وانا اللي هخلص الموضوع ده كله. لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه ده يا صديقي وسينا لسه ما رجعتش كامله، هو جزء صغير بس، والمفاوضات شغاله، والسادات كان عايز يخلص الموضوع ده باسرع وقت عشان ما فيش حرب شغاله واسرائيل عماله تعزز جيشها وتعمل مستعمرات في سينا. ولو المفاوضات فشلت هنرجع احنا لنقطه الصفر تاني ومش هنقدر نحاربهم، وامريكا طبعا في ظهرهم عماله تمدهم بكل حاجه. والسادات يا صديقي كان هيموت وسينا ترجع بالكامل تحت اي ظرف، ويعلن قدام مجلس الشعب في حدث تاريخي ويفجر قنبله ان هو مستعد يروح اسرائيل. وستدهش اسرائيل حينما تسمعني الان اقول امامكم انني مستعد ان اذهب الى بيتهم الى الكنيسة ذاته ومناقشتها. واحنا عارفين ان هو كان ذكي جدا ودماغه شغاله، اهو مين هيحرج اسرائيل قدام العالم كله؟ انا مادد ايدي بالسلام والدور عليكم بقى. واسرائيل يا صديقي كان كل اللي هاممها ان الدول العربيه تعترف بيها، وزياره السادات ليهم كان اعتراف في حد ذاته. الدنيا تتقلب بقى على السادات، محدش مصدق ان هو هيروح اصلا، والناس مفكره ان هو بيقول اي كلام وخلاص، ويطلع مناحم بيجن ويعلي عليه ويقول له اهلا بيك في اسرائيل، عشان يروح السادات القدس يوم 19 نوفمبر 77 ويقول هناك خطاب عالمي ويقول لهم انتوا عايزين تعيشوا معانا في المنطقه في سلام واحنا بنرحب بيه، بس رجعوا اللي انتوا سرقتوه. هو اداهم يا صديقي الحته اللي هم نفسهم يسمعوها، وبعد كده هاتك يا ضرب في الخطاب كله. لقد كنا نرفضكم وكانت لنا اسبابنا ودعوانا. نعم، لقد كنا نرفض الاجتماع بكم في اي مكان. نعم، لقد كنا نصفكم باسرائيل المزعومه. نعم، لقد كانت تجمعنا المؤتمرات او المنظمات الدولية، وكان ممثلون ولا يزالون لا يتبادلون التحية والسلام. نعم، حدث هذا ولا يزال يحدث. وكمان يا صديقي اتكلم على القضية الفلسطينية وان السلام عمره ما هيتحقق غير بيهم، ويخلص الخطاب من هنا والناس هاتك يا تسقيف بس، ولا اي حاجة تتغير ولسه الوضع كما هو عليه. ويعمل السادات حركة زائبة كده ويطلع في لقاء تلفزيوني مع مناحم بيجن ويقول له انا عازمك عندنا في مصر. فمناحم بيجن يقول له ماشي هاجيلك القاهرة، يقول له لا ده انا عازمك عندنا في سينا. كان جاحد السادات ده. ويروحوا فعلا يا صديقي ويعملوا مؤتمر قمة في الاسماعيلية، ويبدأ بيجن يتكلم عن حقوق اسرائيل في الاراضي المحتلة وعدوان مصر على اسرائيل. وايه يلا عدوان السادات ما عجبوش الكلام طبعا، وحس ان هم بيمطلوا في الموضوع وان مفيش ارض هترجع ولا حاجه، عشان يعمل خطاب في يوليو 78 ويطلع قدام الناس كلها ويقول لهم ان اسرائيل مش عايزه ترجع الارض اللي سرقوها. هو كان شاطر قوي في خطابات الفضايح دي. كده يا صديقي الطريق بيتسد والدنيا بتبوظ اكتر، ويقوم جاي الرئيس الامريكي جيمي كارتر يقول لهم يا جماعه استهدوا بالله، تعالوا نقعد ونتكلم، انا عندي مشروع ليكم كويس قوي وهيحل الازمه دي. وبالفعل يا صديقي يروح السادات ومناحم بيجن في معسكر مغلق في كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. انت فاكر يا صديقي الحرب كانت امتى؟ في 73. احنا في 78 دلوقتي. كل دي مفاوضات شغاله. بدأ السادات بالكلام عن القضيه الفلسطينيه والضفه الغربيه وغزه، وبيجن رافض اي حلول في الموضوع ده. ويفضلوا يا صديقي على الوضع ده حوالي 12 يوم، كل يوم في كلام بس محدش بيتفق على حاجه، عشان جيمي كارتر يقول لهم ما تسيبكوا يا جماعه من غزه والضفه الغربيه اللي انتوا عاملين مشاكل عليها دي، وكل واحد يخليه في نفسه، كل واحد متمسك برايه ومحدش عايز يتنازل، لدرجه ان السادات كان بيفكر يمشي من مؤتمر كامب ديفيد اصلا. فيجي وزير الخارجيه الامريكي لما عرف ان السادات عايز يمشي ويوشوشه في ودنه ويقول له ما تقعد مع جيمي كده لوحدكم وانتوا هتعرفوا تظبطوا الدنيا مع بعض. السادات يقول له انت شايف كده يعني؟ يقول له اه. قال له خلاص ماشي. وبالفعل يا صديقي السادات يسمع كلام وزير الخارجيه ويقعد مع كارتر لوحدهم، وبعدها كارتر يقول لهم انا جايب لكم اخر مشروع واتمنى القصه دي بقى تخلص خالص عشان انا تعبت. ويقول للسادات يا صديقي انت يا عم مش عايز ارضك هترجع لك كامله ولا مستوطنات بقى ولا بتاع،
بس مالكش دعوه ولا بغزه ولا بالضفه الغربيه، احنا هنبقى نشوف لها حل بعدين. وانت يا عم بيجن هتتسحبوا من سينا بالكامل، والراجل اهوت ملوش دعوه باي قصه تانية، والراجل جالكوا لحد عندكم ووقف قدام العرب كلهم عشان يوم 17 سبتمبر 78 يتم الاتفاق على معاهده كامب ديفيد والتوقيع عليها، وتتفتح نار جهنم على السادات جوه مصر وبره مصر ومن كل الدول العربيه، عشان بعدها يستقيل وزير الخارجيه محمد ابراهيم ويوصف المعاهده دي بانها مذبحه التنازلات، والدول العربيه تعمل اجتماع ويرفضوا فيه الاتفاقيه بشكل كامل، وكمان ينقلوا مقر جامعه الدول من مصر لتونس. السادات هنا يا صديقي كان في موقف لا يحسد عليه، من ناحيه هو مش هيقدر يحارب تاني عشان عبال ما يبدا يظبط الجيش هتكون امريكا مدت اسرائيل بكل حاجه ورجعوا اقوى من الاول، وديك شفت المعاناه في الاول عشان نعبر بس. ومن ناحيه تانية هيحس بالتخاذل قدام العرب وقدام العالم كله لما يسيب القضيه الفلسطينيه، فما كانش قدامه اختيار غير ان هو يوافق ان الارض ترجع كامله، اللي احنا ما خدناش منها غير جزء صغير اصلا، وكان وارد ان الجزء ده يتاخد تاني لو المفاوضات فشلت ونرجع اسوأ من الاول. السؤال بقى يا صديقي بعد ما سمعت القصه دي كلها وعرفت قد ايه احنا عنينا عشان نعبر بس، هل شايف ان السادات كان معاه حق ولا هو كان خاين فعلا وغرقنا بالاتفاقيه دي؟ بس يا صديقي لو اول مره تسمع القصه دي سيب لي رايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب وبص بصه على الحكايات القديمه. سلام.